كل مشكلتنا اليوم نحن أبناء الجنوب هي مشكلتنا نحن أنفسنا. مشكلتنا الحقيقية التي فيها اليوم البلد فعليا هي تحت أيدينا. البلد اليوم من يديرها هم جنوبيين، قيادة وشرطة وأمن وجيش وأجهزة استخبارات وغيرها من الأمور. صحيح بأن هناك إشكالية داخل هذه المؤسسات لإدارة الدولة، ولكن من يدير البلد فعليا فهم جنوبيين، أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو القبلية أو حتى أفكارهم أو مشاريعهم التي يؤمنون بها، ولكن في الأخير هم جنوبيين. فلهذا مشكلتنا الحقيقية اليوم هي مع أنفسنا فقط، وبالتالي يجب علينا أن نبتعد عن المزايدات وإرماء التهم للآخر. ونحن من في هذه المرحلة، نحن اليوم يجب علينا أن نصلح أنفسنا وأن نبحث عن نقاط الضعف وعن الخلل وعن الثغرة التي فيها المشكلة نواجهها اليوم وأن نصلحها. وهذه مشكلتنا يجب علينا أن نعترف بها من أجل أن نحلها. فمشكلتنا اليوم هي مشكلة أنفسنا كجنوبيين، وبالتالي كلنا في الجنوب بما فيهم إخواننا أيضا الجنوبيين الذين في الشرعية، الذين هم أيضا جزء من المنظومة الجنوبية التي هم اليوم في البلد كإدارة لمشروع الجنوب إجمالا، كلنا نمتلك نفس المساحة ونفس المسافة من الجنوب. من هو مع استعادة الدولة الجنوبية ومن هو مع أي مشاريع أخرى يمتلك نفس المساحة من الجنوب، وبالتالي يجب علينا إيجاد صيغة حقيقية من التوافق مع أبناء الجنوب لإيجاد حل حقيقي لاستعادة الدولة الجنوبية، لأنه مشروع الدولة الجنوبية واستعادتها أعتقد بأنه مشروع غالبية الشعب إن لم يكن مشروع الكل. فبالتالي نقطة ضعفنا الحقيقية هي أننا لم نستطيع أن نخلق تجانس حقيقي بين أبناء الجنوب، سواء القيادات أو الأفراد في المقاومة أو السياسيين أو النخب عامة. وبالتالي يجب على الشارع كلنا جميعا كأفراد أن نضغط باتجاه إصلاح الوضع الداخلي للبيت الجنوبي الداخلي من أجل أن نستطيع أن نتقدم خطوة للأمام. أما أن نراوح مكاننا وأن نرمي أخطاءنا بالكلام وبالكتابات، فلان ضدنا فلان مش عارف إيش، سوف تعود علينا عشرات السنين ونحن في نفس الدائرة، هذا إن لم تفرض علينا مشاريع أخرى، لأن السبب نحن. لهذا نحرص حرصا شديدا وكبيرا على لحمة الصف الجنوبي وواحدية الهدف الجنوبي، مهاجمة بعض الجنوبيين لبعضهم البعض تحت أي مبررات مناطقية مقيتة وحزبية قذرة وقبلية نتنة، كلها تضر بالمشروع الجنوبي. وبالتالي يجب على الجميع الرجوع خطوة إلى الوراء والتنازل عن بعض الأشياء التي ليس لا أنزل الله بها من سلطان، من أجل أن نجد نقاط التقاء حقيقية للعودة إلى المسار الصحيح لبناء ما خرج من أجله شهداءنا، وهو استعادة الدولة الجنوبية. فبالتالي علينا جميعا مسؤولية كبيرة جدا. الجميع خلال الحرب بدون استثناء وقفوا، كل شخص بما استطاع، ماليا ومعنويا وإعلاميا وسياسيا، كلكم في الداخل في الخارج وقفتوا وقمتم بدور كبير جدا. وكان هذا واجب طبعا ليس منا على الوطن، كان واجبنا جميعا أن نقف، وكلكم قمتم بهذا الواجب. لكن من أجل لا تذهب تلك التضحيات سدى وهباء منثورا، يجب علينا أن نتبعها بوحدة الصف الجنوبي واللحمة الجنوبية الحقيقية، والابتعاد عن تلك الأبواق التي تروج لأي إشكاليات مناطقية قذرة أنتم تسمعونها هنا وهناك. لأنه اليوم في مشروعنا الجنوبي القائم اليوم لن يستطيع أن يفتك بأبناء الجنوب إلا الدخول من زاوية الفتنة فيما بينهم فقط. أما أبناء الجنوب والجنوب اليوم هو بيد أهله وأبنائه. فبالتالي يجب علينا أن نحذر من هذه الزاوية أيها الأخوة الكرام. يجب علينا جميعا أن نعي وأن ننشر وأن نبث هذه الثقافة العامة، ثقافة التسامح وثقافة قبول الآخر وثقافة تناسي الماضي. أحداث الماضي إذا كان لنا من مصلحة فيها فهي أخذ العبر والدروس فقط. أما أن نراجع كل ما من قام ولا جلس قال أحداث الماضي ومش عارف إيش، نحن كشباب الجنوب بالنسبة لنا ما تعنينا أحداث الماضي، لا عشناها ولا حصل شيء بالنسبة لنا. وبالتالي يقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لهذا يجب أن نتناسى ونطوي صفحة الماضي إلى الأبد، وعدم التذكير بها أو التهديد بها. يجب علينا جميعا أن نقف في صف واحد مثل ما وقفنا في الحرب في خندق واحد، وأن نتنازل لبعضنا البعض. البعد يا إخوة عن التخوين، أي شخص نختلف معه على طول يعني نطبق مبدأ الرفاق سابقا، من ما عجبهم قالوا خاين عدموه طلعوه نزلوه، هذا كلام غير مقبول اليوم. يجب علينا أن نعرف نحن اليوم في القرن 21 هناك ثقافات وإعلام وتطور وغيرها من الأمور. قبول الآخر شيء مهم جدا. إذا لم يتسعنا الجنوب
بأفكارنا المختلفة اليوم لن يتسعنا في دولة واحدة أبدا. فبالتالي يجب علينا أن نقبل الجميع وأن نناضل من أجل مشاريعنا دون إقصاء للآخر أو تخوين أو تبادل تهم، لأنه لم يفسد الوطن الجنوبي سابقا في الفترات السابقة قبل الوحدة إلا التخوين والتشكيك في الآخر وإقصاء الصوت الآخر الذي يختلف عن رأي الدولة، وهذا ما أدى بنا إلى كوارث ورمى بالجنوب إلى أحضان الوحدة بتلك الطريقة السيئة. بالتالي يجب علينا أن نسمع الأصوات الأخرى وأن نعطيها مساحتها، وإن كان لدينا مشاريع نناضل بحقيقة بجد وليس بتخوين الآخر، نناضل من أجل مشاريعنا وأن نقبل الآخر ونناضل بقوة من أجل مشاريعنا، ونقبل كل جنوبي مهما كان اختلافه، لأن الجنوب في الأخير يجب أن يتسع للجميع، يجب أن ندرك ذلك. لن نستطيع إخراج أي جنوبي نختلف معه من الجنوب لأنه ما يعجبنا، هذا كلام غير وارد وغير مقبول أبدا. الجنوب يتسع لأبناء الجنوب كافة بمختلف انتماءاتهم الحزبية ومختلف مذاهبهم ومختلف انتماءاتهم القبلية والمناطقية، ومن أينما كانوا، من كان جنوبي فالجنوب يتسع للجميع. ويجب علينا أن ندرك إن أردنا جنوب وطن حقيقي بأن هذا الوطن يجب أن يتسع للكل مع الآخر، نتقبل رأيه، نقبل الانتقاد، نناضل من أجل مشاريعنا ونثبت من أجلها دون تخوين للآخر أو التشكيك فيه أبدا، لأنه في الأخير هناك سوف تكون أغلبية وأقلية وسيكسب الصوت الأغلب وليس الصوت الذي يخون أو الأعلى. غالبية الناس هي من تكسب، وبالتالي يجب على الجميع فتح صدورهم لإخوانهم الجنوبيين حتى وإن اختلفوا معهم، وأن نحاول أن نشد بعضنا البعض تحت رايتنا الجنوبية الموحدة لاستعادة دولتنا وأهدافنا. هذا ما أحببت إيصاله لكم. ومن